السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع أكتر الفنانين الشباب اللي رحلوا عن عالمنا وأثروا كتير فينا، ويمكن في مننا كتير ما يعرفش إنهم فعلا رحلوا للأسف في سنة 2023. الفنان مصطفى درويش، ويمكن أعماله الدرامية ما كانتش كتيرة ولكن أثرت فينا. أول أعماله أو يمكن الأشهرها وهو مسلسل ميت وش، كان طالع فتحي مدرب كمال الأجسام، وبعدها أبدع في مسلسلات كتير وأعمال درامية. خبر وفاته كان صدمة لينا كلنا، هو توفى للأسف في 1 مايو 2023، كان عنده 43 سنة نتيجة لتوقف في عضلة القلب قبل فرحه بشهور بسيطة. هو كان متأخر شوية عن الزواج لأنه كان بيراعي والدته المريضة وما كانش قادر يبعد عنها. اشتهر مصطفى بالأعمال الخيرية اللي كان دايما بيجمع أو كان بيساهم في مساكن كتير للمشردين. كمان كان معروف عنه من أعماله الخيرية إن هو كان عنده مطعم، فكان دايما مخصص ساعات معينة للفقراء والغير قادرين. ده غير الأعمال الخيرية اللي اكتشفوها بعد وفاته على طول، أعمال كتير من ضمنها أسر كان بيراعيها وكان بيتحمل مسؤوليتها المسؤولية الكاملة. الله يرحمه ويغفر له، وكان دايما بيتنبأ أنه هيتوفى قريب. مصطفى درويش ممكن يكون أعماله الدرامية مش كتيرة، ولكن أعمال كلها جميلة وأبدع فيها، وفعلا قدر يثبت نفسه في وقت قصير جدا. الله يرحمك يا مصطفى، فعلا أثر فينا كلنا. الفنانة الجميلة شيرين الطحان اتعرفت مؤخرا في التمثيل، ولكن هي أساسا إعلامية في قنوات النيل للمنوعات. بعدها اترشحت لفيلم 45 يوم، وبعدها انهال عليها أعمال في عدة مسلسلات تلفزيونية، ولكن طبعا الدور اللي كان بصمة وعلامة مميزة هو دور هند في مسلسل رمضان كريم الجزء الأول. للأسف شيرين كان عندها السرطان، ولكن ما كانتش أعلنت عنه، كانت بتتعالج في سرية تامة. إلا أنها للأسف في الفترة الأخيرة اشتد عليها المرض جدا واتنقلت للمستشفى في العناية المركزة. ظلت هناك شهور مش كتيرة، وللأسف اتوفت في 7/4/2023. شيرين رغم انها كانت من الممثلات الجميلات المحبوبات جدا، الا ان جنازتها ما كانش فيه ممثلين كتير فيها، وبرضو العزاء ما كانش فيه كتير من الممثلين. كان في شهر رمضان، فيعني ولا قبل الفطار ولا بعد الفطار كان متواجد كتير من الممثلين. وده اللي استاء ليه الممثل الجميل محمد محمود، اللي كان قام بدور الحناوي زوجها في مسلسل رمضان كريم، واتكلم كتير في الموضوع ده وكان مستاء جدا وزعلان من موقف الفنانين. الله يرحمه. الفنان أشرف مصلحي أو سيد شكمان، معروف جدا بالاسم ده لأنه كان دور متميز فيه، اتوفى عن عمر 49 سنة 17 سبتمبر 2023. الفنان أشرف مصلحي كان مريض مرض السرطان في المخ، وللأسف كان اتعذب كتير من المرض ده، إن شاء الله تبقى في ميزان حسناته. وصل في آخر الفترة من المرض لغيبوبة تامة، وكان عايش على التنفس الصناعي. من المعروف عن الفنان أشرف مصلحي أنه زوج المخرجة منال الصيفي. منال الصيفي هي بنت الفنانة زهرة العلا، وله منها 4 أبناء، في منهم الفنانين واللي دخلوا فعلا في الفن. أعماله أو من أعماله كانت شارع 18، السفاح، متعب وشادية، جوه اللعبة، وفيلم الاختيار، براءة رانيا وسكينة، وعوالم خفية. أبدع كتير في الأدوار اللي كان بيقوم بيها، رغم إنها ما كانتش أدوار كبيرة، ولكنه ساب بصمة كبيرة لينا. الله يرحمك يا أشرف، وإن شاء الله المرض اللي كان فيك يكون في ميزان حسناتك.
الفنان أحمد قنديل، وهو جسد دور الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار الجزء الثاني، ويمكن الدور ده هو اللي احنا عرفناه بيه كلنا. كان علامة مميزة لأحمد، شارك كتير من الأعمال، ولكن دوره في الاختيار كانت بصمة كبيرة ليه. اتوفى للأسف أحمد 36 سنة 3 يوليو 2023 بشكل مفاجئ جدا، وده بعد وفاة والدته ب7 أشهر بالظبط. بعد وفاة والدته أحمد كان دايما بيكتب رسائل على السوشيال ميديا بتعبر عن حزنه الشديد وإنه مش قادر على فراقها، وكان دايما بيتكلم إننا ندعي لوالدته بالرحمة والمغفرة. ولكن هو فعلا كان حزين، ومن شدة حزنه توقفت شهيته تماما عن الطعام. ظل أشهر بدون طعام، وجاله تضخم في القولون العصبي، وده من كلام المقربين ليه. كان كاتب رسالة لأمه: هو أنا لو قلت إني مش عارف أعيش من غير أمي يبقى عيب؟ للأسف كان كل يوم بتموت حتة في جسده، حتى توفاه الله بعد وفاة أمه ب7 أشهر بالظبط. الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك إن شاء الله. الفنان طارق عبد العزيز. الفنان طارق عبد العزيز معروف جدا بأعماله الدرامية الجميلة. من أول أعماله كان في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. اتوفى للأسف في الاستوديو في تصوير مسلسل وبقينا 2 مع الفنان شريف منير ورانيا يوسف. هو كان مريض قلب، وكان عامل قسطرة نتيجة لأزمة قلبية صحية جات له كانت شديدة جدا، فاضطروا انهم يركبوا له قسطرة. ولكن هو كان يعني في الأوقات الأخيرة تعافى من العملية، وابتدى يمارس حياته الطبيعية وينزل للحياة العملية والشغله. ولكن للأسف في الاستوديو وهو بيصور المشهد جاله تعب، فقال أنا عايز استريح شوية. فعلا استريح شوية، وبعدها قال لا خلاص أنا هكمل الشغل. ولكن للأسف وقع مرة واحدة وجات له الغيبوبة. طبعا اتنقلوا بيه لمستشفى الشيخ زايد، ولكن قد لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. اتوفى طارق عبد العزيز في 20 نوفمبر 2023 عن عمر 55 سنة. من المعروف عن الفنان طارق إن هو كان دفعة الفنان خالد صالح والفنان خالد الصاوي. كانوا مرتبطين ببعض الثلاثة جدا، وكانوا أصدقاء جدا ما بيسيبوش بعض في أي مكان. بعد وفاته كتب الفنان خالد الصاوي رسالة محزنة ومبكية ليه. في الجنازة بكى كتير الفنان خالد الصاوي، وانهار من الحزن والبكاء على صديقه، الله يرحمه ويغفر له. الفنان محمد البطاوي، ورغم ان اعماله كانت قليلة جدا وكمان اتشهر مؤخرا وابتدى فعلا شكله ياخد طابع خاص بالنسبة لنا من الجانب الكوميدي. مثل في مسلسل 100 وش، وكمان راجل وست ستات، ومؤخرا مسرحية اللوكاندا اللي اتعرف فيها واللي فعلا ساب بصمة كبيرة لينا. اتوفى 7 أكتوبر 2023 بأزمة قلبية عن عمر 36 سنة. هو كان متزوج من 3 سنوات، وعمل فرح كبير وحضر كتير من الفنانين من ضمنهم الفنان أشرف عبد الباقي. قبل وفاته بيوم كان في فرح ابن خاله، وكان طبعا كل الأهل والأحباب موجودين في الفرح في الهرم. كان لسه شاري عربية جديدة، ولكن كلم والدته قال لها أنا قلبي مقبوض كتير من العربية دي، مش عارف ليه، من ساعة ما جبتها وأنا قلبي مقبوض منها. بعدها الفرح خلص وروحوا على البيت، ووالدته بتقول قالولي إن هو راح على المستشفى، رجعنا تاني على مستشفى في الهرم، ولكن للأسف مرضيوش يخلوني أدخله. دخل على العناية المركزة وتوفى في الحال. هو عنده بنته لا تملك إلا شهور قليلة. الله يرحمك يا محمد ويغفر لك.
الفنان أحمد سامي العدل، وهو ابن الفنان الراحل سامي العدل الله يرحمهم ويغفر لهم، كانت طبعا صدمة كبيرة. هو ابتدى العمل في سن مبكر ونال شهرة واسعة. ساعد في مسلسل فوق مستوى الشبهات، واشتغل كمساعد مخرج في مسلسل الحساب يجمع مع الفنانة يسرا. اتوفى للأسف في 30 سبتمبر 2023 عن عمر 42 سنة. أحمد كان عانى من كورونا لفترة طويلة، ظل 3 سنين في أمريكا للعلاج، وبعدها رجع لمصر وكان تعافى نهائيا منها، ولكن الرئة كانت تعبانة جدا عنده، وفي نفس الوقت كان عنده القلب وكان لازم يركب صمام في القلب. وكان قبل العملية بأيام قليلة خلاص هيدخل يعمل العملية، ولكن الرئة كانت تعبانة فتأجلت، وقبل العملية بأيام قليلة توفى إلى رحمة الله. طبعا الموت علينا حق، كلنا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويرحم أمواتنا جميعا، يا ريت نطلب لهم الرحمة والمغفرة. استنوني إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.